بيدخلها في آخر الفيديو بيقول لك إيه مشكلة المدرسة إيه بقى؟ هو بيعترف بمشكلتها في الآخر. هي مشكلة المدرسة مميزة جدا، مدرسة مميزة جدا، وجذبت كثيرين من المدارس الأخرى. يعني المدارس الأخرى ما عادش فيها طلب، هي اللي جذبت. ويقول لك ونقط. الأنبا بولا عايز يصدر للناس أو للرأي العام إن اللي حصل في المدرسة دي صبري مش اعتدى على الولد سنة، ولا النظرة كانت بتدي ياسين لصبري رشوة جنسية ولا حاجة. لا، دي مؤامرة من المدارس على مدرسته. طب ليه حضرتك راجل دين؟ دي مشاكل مدارس. وبعدين يعني واحدة ست يعني بالعقل اللي مش طالع ده كله، العقل اللي حضرتك بتتكلم والناس كلها بتتكلم فيه، سنة هرجع أقول وقرر مرة واتنين ومليون سنة بتجري على حق ابنها، والمحضر يتحفظ مرة واتنين. وبعدين هي الست كان لها ابن تاني عندكم في المدرسة أكبر من ياسين، تيجوا تتفه الموضوع وتصدر للناس إن السبب إن مؤامرة من المدارس عشان المدرسة لا، هي مش، هي متميزة في حاجة تانية. مدرسة الكارما دي متميزة في حاجة تانية. وعلى فكرة ناس كتير زعلانة إن أنتم مدخلين الدين في المدارس. ما هو بشر، هو صبري ده مش بشر بدخل الحمام زي الناس يعني، ولا هو بيعمل حاجة تانية؟ يعني بيعمل حمام وباكل وبيشرب وباخد شاور بني آدم، يعني بني آدم مش في حاجة إلهية يعني تميزه، ما بيطرش ولا حاجة. فحضرتك يعني أنا بصراحة أنا اتفاجئت، أنا واحدة من الناس اتفاجئت. يعني المفروض أنتوا تبصوا بعين الاعتبار إن ده طفل مستقبل عيلة، وفي أطفال تانية. الموضوع إنساني بحت، لا ليه دعوة بمسيحيين ولا ليه دعوة بمسلمين. لو واحد مسلم عمل كده كانت الناس هتتجمهر وكان الحكم هيصدر بكده. فأنا مش فاهمة أنتوا قلبينها ديانات ليه يا جماعة؟